مين يا ست اللي معانا؟ الاستاذه سمر القاهره. يا فندم. لو سمحت ممكن اشارك؟ يا سلام، تحت امرك يا استاذ. اولا انا عندي 19 سنه، بس انا حبيت اشارك واقول وجهه نظري. ثانيا الاعلام الجميل المصري اللي بيقول انزلوا انزلوا ونبوس ايديكم ونبيس مش عارفه ايه، فايه شغل الشحاته ده؟ يبطلوا شغل الشحاته اللي هم بيعملوه. وثانيا مين اللي هم عايزين انزل يعني ندي صوتنا للاستاذ السيسي اللي هو قتل واعتقل وموت. قتل مين؟ قتل مين؟ قتل الناس اللي في رابعه يعني. لا رابعه، اللي في رابعه اللي قتلهم المرشد يا استاذه سمر، اللي قتلهم اللي قعدهم، اللي قتلهم اللي قال لهم ان سيدنا جبريل قال لكم كافحوا وقال لهم الشهاده. واولا الناس هتنزل تنتخبوا. لا وبعدين الاعلام الصوت اللي انا اديهولك الاعلام ما قالكيش انزلي عشان تنتخبي السيسي. لا يا حد. واللي مش عايزه تشاركي، لو انت استنيني بقى، لو انت مواطنه مصريه وعندك انتماء لبلدك يا استاذه سمر وبتتكلمي، انت بتنزلي الشركه عشان تدي في مشاركه زي اي حته تانية. مش عايزه تنزلي انت حره. الاعلام ما قالكيش انزلي عشان نبوس على ايدك. اما مين اللي بيقول والنبي نبوس ايديك؟ لا ما حدش قال لك نبوس ايديكم. مين اللي قال لك كده؟ ده شغل شحاته. وانت ولا شحاته، وانت مش عايزه تنزلي انت حره. وبعدين مين اللي بيقول انزل انتخبوا؟ مين ما تنتخبي؟ السيسي اللي مفيش اللي اديك صوتي. السيسي اللي انت ما قدمتش حاجه ليا عشان اقدم لك صوتي. فيكي صوتي. السيسي اللي بتتكلمي عنه ده هو اللي انقذ مصر يا استاذه سمر. السيسي اللي بتتكلمي عنه ده قائد عسكري وراجل وزير دفاع، وفي وقت معين انقذ الشعب المصري من مذبحه. انقذ من ايه؟ ليه راح غزه وحارب اسرائيل في غزه عشان لا انا بكلمك، انا حاربت اسرائيل ما زايديش. انت والاخوان بتوعك ما زايديش. والله احسن ناس اقسم بالله. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه. مش انتوا بتوع اللي تعالوا على القدس بالملايين يا سمر؟ ده دكر بط. دكر ايه؟ راحت فين؟ ادي تعالي نموذج اهوت الاستاذه سمر